قرر الناخب الوطني وليد الركراكي تعيين المدرب المغربي عبد العزيز بوحزمة مساعدا أولا له خلفا للمقال غريب أمزيل، ويدخل ذلك في إطار التغييرات التي ينوي الركراكي القيام بها بعد تقييم مرحلة الإقصاء في كأس إفريقيا. وجاء التعاقد مع عبد العزيز بوحزمة نتيجة للخبرة الكبيرة التي يتوفر عليها الرجل رفقة الأندية الفرنسية، حيث سبق له أن أشرف على الفئات العمرية لنادي التور ونادي سانت إتيان، بالإضافة إلى تجربته الطويلة رفقة نادي أنجي بجميع فئاته العمرية وصولا إلى الفريق الأول، قبل أن تستعين الإدارة الوطنية التقنية بخدمات عبد العزيز بوحزمة من أجل الإشراف على الأكاديمية الوطنية بجهة بني ملا الخنيفرة. وقد فضل الناخب الوطني وليد الركراكي ضم مساعد جديد له ضمن الطاقم التقني للمنتخب المغربي، ويتعلق الأمر بعبد العزيز بوحزمة المدرب والمدير التقني السابق لنادي أنجي الفرنسي. ومنذ يوليو 2013 افتتح بوحزمة مسيرته كمشرف على مركز تكوين نادي أنجي الفرنسي، ومنذ صيف 2019 تكلف بتدريب أنجي في ناسيونال 2، وقبل ذلك عمل ما بين 2013 و 2016 كمكون في صفوف نادي أنجي لأقل من 19 سنة، وما بين 2007 و 2013 اشتغل مع سانت إتيان كمكون أيضا في الفئات الصغرى. وفي الفترة ما بين 2003 و 2007 عمل كمسؤول تقني داخل نادي تور الفرنسي، حيث راكم تجربة محترمة في فرنسا جعلت الركراكي يستعين بخدماته. وقد كان بوحزمة أيضا لاعبا في صفوف أندية غرونوبل، تور وشاتورو. يذكر أن بوحزمة أصبح المدرب الأول لأنجي بعد إقالة المدرب السابق، وفي شهر مارس تم توقيفه لمدة شهر من لجنة الإخلاقيات التابعة للعصبة الاحترافية الفرنسية بسبب تلفظه بعبارة جنسية خلال خطابه للاعبين دعما لزميل لهم كان متورطا في تحرش جنسي. قبل أن يشارك الفريق الوطني في نهائية كأس العالم بقطر، والتي سيحقق خلالها إنجازا كرويا تاريخيا غير مسبوق، كانت جريدة المنتخب من خلال مندوبها بفرنسا قد حاورت الإطار التقني الوطني عبد العزيز بوحزمة، وعندها كان مديرا للتكوين بنادي أنجي الفرنسي. فما الذي قاله المساعد الجديد لوليد الركراكي وقت ذاك عن الأسود قبل مشاركتهم في المونديال؟ وكيف هي حظوظهم؟ طبعا لدينا كل الحظوظ، ولدينا لاعبون مغاربة يلعبون في البطولات الكبرى الفرنسية، البلجيكية والهولندية، ثم الألمانية والإسبانية والإنجليزية والإيطالية. لدينا لاعبون يشاركون في منافسات أكبر البطولات الأوروبية، لهذا يجب أن نقدر قدراتنا وأن يكون لدينا الطموح. وقبل كل شيء علينا أن لا نضع أنفسنا في موقف ضعف. كرة القدم المغربية تتطور باستمرار، ولقد شاهدت نصف نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، وشاهدت الرجاء والوداد أنديتنا قادرة على التنافس بقوة مع الأندية الإفريقية الكبرى. والأمر ينطبق أيضا على كأس أفريقيا، حيث نملك القدرة على التنافس على لقبها بقوة. لا يجب أن نخجل بعد اليوم من كوننا مغاربة، بل على العكس يجب أن نفخر بلاعبين المغاربة الأكفاء. أعتقد أن المنتخب المغربي اليوم يمنحنا الكثير من القوة ومن الإلهام. لقد أصبح فريقا طموحا، ليس لدينا ما نحسد عليه منتخب بلجيكا حتى لو كان من بين المرشحين للعب على اللقب العالمي، ولا حتى منتخب كرواتيا ولا منتخب كندا. ما أود قوله كمدرب هو أنه في أي منافسة كيفما كانت لا يجب الشعور بالأسف أو الندم. يتعين على لاعبين الدخول إلى الميدان معتقدين بكامل فرصهم، وأن بإمكانهم تحقيق الفوز والذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة. لا يجب على اللاعبين أن يضعوا أنفسهم في موقف الضعف. مجموعتنا ذات جودة، واللاعبون لديهم أشياء كثيرة يمكنهم إظهارها. لا داعي للخجل، علينا الصراخ بصوت عال: الله، الوطن، الملك.